اسرع صينيه بتنجان تقدري تعمليها، طعمها حلو قوي، والصينيه دي كلها ما خدتش 10 دقايق. اول حاجه بنجيب البتنجان ونقشره ونغسله كويس ونبتدي نقطعه لشرايح بالشكل ده. هنرش عليه ملح زي ما انتوا شايفين، وهحطه في مصفى عشان اي ميه فيه تنزل وما يشربش مننا زيت. هنجيب بقى طاسه او صينيه نحط فيها شويه زيت ومعلقه كبيره من التوم المفروم. هنشوح التوم لغايه ما يبقى لونه ذهبي كده وريحته تبتدي تطلع. الله، على دي احلى طاسه بتنجان ممكن تعمليها. هنكون مجهزين حوالي 4 أو 5 وحدات من الطماطم متقطعين لشرايح بالشكل ده. هنرصهم على التوم ونهدي النار علشان التوم ما يتحرقش مننا، دي أهم حاجة. بعد ما نرص الطماطم كلها هنحط قرنين فلفل كده، ونحط ملح بس، ونغطي ونسيبها حوالي 10 دقايق على نار هادية. زي ما انتوا شايفين عملت مية بالشكل ده. هسيبها لما المية تنشف تماما. وفي طاسة تانية هجيب البتنجان بقى وابتدي اقليه. تقدري تقليه طبعا في الاير فراير او في الفرن او في الزيت زي ما انت عايزة، بأي طريقة. المهم ان احنا هنحمره بالشكل ده. وبعد كده نجيب الطماطم بتاعتنا بعد ما تكون نشفت المية بتاعتها كويس، ونكون اتأكدنا ان الطماطم تدوسي عليها كده تلاقيها دايبة. هنحط فيها شوية مية. اول ما يغلوا حوالي ربع كوباية من المية نبتدي نرص البتنجان والنار شغالة عادي. هنرص شرايح البتنجان بعد ما نطلعها من الزيت، ونكون صفيناها من الزيت كويس جدا. وهنسيبها كده على نار هادية تاخد وتدي كده مع بعضها. هنحط رشة بسيطة من الملح على البتنجان علشان يتملح، وكده بقت جاهزة معانا احلى طاسة بتنجان.